نشارك معكم كريب معمر. كيجي الشكل ديالو مغاير على الكريب المعروف وكيجي حتى في المذاق زوين. نبداو على بركه الله. بالنسبه للخليط كنديروا فيه 2 كيسان ديال الحليب، كناخذوا 2 بيضات، كناخذوا شويه ديال الملحه، المهم نص معلقه صغيره، نص معلقه ديال السودانيه. كنحركوا هذا الشيء، نحركوا الخليط ديالنا. كناخذوا 2 معالق ديال الزبده مذابه، 2 معالق كبار، وكناخذوا 2 كيسان ديال الطحين. كاس ثاني، وكنخلطوا من بعد غادي نرجعوا للمولينكس باش يتطحن لينا الخليط ديالنا مزيان. من بعد ما كيطحن الخليط كنزيدوا 2 فروماجات مسلتين ولا مربعين، المهم الفرماج اللي عندكم. نسيت شويه ديال البزار، حيت ديجا درنا الهريسه السودانيه يا ربي. غنزيدوا شويه ديال البزار وغادي نطحنوا الخليط ديالنا. من بعد ما كنطحنوا الخليط ديالنا مزيان كنخليوه يرتاح نص ساعه عاد ندوزو باش نطيبوه. بالنسبه للحشوه ديالنا كناخذوا الزيت، مع البصله، بصله كبيره شلطتها، كنشحروا البصله ديالنا، نشحروا ديال البصله ديالنا مزيان. من بعد كنزيدوا قطع ديال الدجاج، ديال الصدر ديال الدجاج مقطع، كنخليو العافيه مجهده عليه باش ما يطلقش لينا الماء. وغادي نزيدو عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ندير معلقه صغيره ديال البهارات ديال الشاورما، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الموطار. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، يعني كاين اللي كيبغي يدير كفته، كاين اللي كيبغي يدير الدجاج، كاين اللي كيبغي يدير صدر ديال البيبي، كل واحد باش ما بغى يعمر.
ما كيطيب لينا هاد الحشوه ديالنا كنزيد واحد شويه ديال الفرماج محكوك باش كيتعلك لينا، كيعطينا هذاك التعلاك. صافي وكنطفيو عليه. دازت نص ساعه ارتاح لينا هذاك الخليط ديالنا، غادي ندوزو باش نطيبوه. كناخذوا المقله كنديروها تسخن، درتها سخنات من قبل، كندهنها بشويه ديال الزبده، والخليط ديالي كنديرو في قرعه بحال هادي ديال الكيتشوب. المهم قرعه يكون عندها الراس بحال هكا رقيق. وهذه هي الطريقه باش غادي نطيبو. يجي هكا مشبك. نحاولوا ما نكبروش هذوك الدوائر باش ما يخرجش لينا منهم الحشو. بهذه الطريقه هذه تنخليه حتى يتحمر لينا وكنقلبوه. كيجي الشكل ديالو مغاير على لي كريب العاديين اللي معروفين، وهذا هو الشكل ديالو كيجي. نحمروه بجوج جوايع صافي. كنديروه في بلاطو فيه شي منيديل وكنديرو وحده فوق وحده. انا نعاود معكم وحده وغادي نستمر تنسالي العجين ديالي، ومن بعد ندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال الحشو ديالنا. غادي ندوزو للطريقه ديال الحشو. غادي ناخذوا الكريب ديالنا، غنديروا شويه ديال الفرماج محكوك، وكنديروا هذا الحشو ديالنا هنا وكنطويو على هذه الطريقه هذه. نحاولوا نزيروها باش ديك الحشو ديالنا ما يخرجش. كنعمروها على الطريقه هذه صافي. كنستفوها في اللاطه اللي غادي نعاودو ندخلوها الفران لما يذوب لينا غير الفرماج ديالنا صافي ويوجد. نعاود عاوتاني الطريقه. كنديرو الفرماج هو الاول، ندير على هذا الشكل هذا حتى عندي شويه واسعه. من بعد كنديرو الحشو وكنجمعوه على هذه الطريقه من الجناب صافي. وكنلويوه. نعاود معكم الاخر فرماج نجمعوه من الجناب صافي ونلويه. انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هاد لي كريب ديالي، ومن بعد غادي ندخلهم الفران غير يتحمروا شي شويه، غير يذوب لينا الفرماج صافي ونشوفهم في طبق تقديم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالنا معمرين. كيجيو على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا.